راضيا به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي أعمالنا أستغفره. وبعد، فإني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. انتهى من منظومة الحافظ ابن أحمد الحكمي يرحمه الله. وبعد، أحبة المسلمين، فمن الشائعات والافتراءات التي انتشرت من سنين وزادت اليوم بعد موت هذا العلم من أعلام المسلمين وأحد أئمة الحديث والمحدثين العلامة ربيع بن هادي المدخلي، مما زاد بعد موته شائعة أنه يطعن في معاوية ابن أبي سفيان الصحابي الجليل رضي الله عنه، واحد كتبة الوحي للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن الشيخ ربيع يقول عن معاوية ابن أبي سفيان أنه ليس بعالم. وقبل أن أرد على هذه الشبهة أود أن أنبه على أمرين، أو ألفت النظر لأمرين. الأول، أنني ذكرت في الدرس الذي مضى أن العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي ألف 6 كتب في الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أسماءها. واليوم سأذكر الكتاب السابع مما ألفه الشيخ ربيع في الدفاع عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدفاع عن معاوية بن أبي سفيان. ربما يقول قائل: الشيخ ربيع ألف كتابا في الدفاع عن معاوية؟ أقول: نعم، ألف كتابا في الدفاع عن معاوية، موجود على موقع الشيخ ربيع الرسمي على مواقع التواصل، تحت عنوان بيان مناقب معاوية رضي الله عنه، والذب عن صحيح مسلم وعن العلماء الذين أجمعوا على صحته وتلقوه بالقبول والاحترام. يقول الشيخ ربيع: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد اطلعت على مقال للدكتورة سهيلة زين العابدين نشرته جريدة المدينة يوم الثلاثاء الموافق 10/4 لسنة 1432 تحت عنوان معاوية رضي الله عنه المفترى عليه. ثم قالت: هل يعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يلعن أحد كتاب وحيه وصحابته وهو ناه عن سبهم؟ طبعا المرأة أو الدكتورة تقصد أنها تنكر ولا تصدق بحديث أن الرسول قال في معاوية: لا أشبع الله بطنه. وقد أجاب العلماء عنه إلى أن هذا منقب لمعاوية وليس تسخطا من الرسول عليه، لأن الرسول قال في الحديث الآخر: اللهم من سببته أو دعوت عليه فاغفر له واجعل هذه الدعوة رحمة له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ربيع معلقا على هذه الدكتورة: وهذا العنوان غلط، فالإمام مسلم رحمه الله لم ينقل حديثا فيه لعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية،
رضي الله عنه. وقبل مناقشة هذه الكاتبة ينبغي أن ننقل هنا بعض فضائل معاوية رضي الله عنه. ثم يقول الشيخ ربيع: إن لهذا الصحابي الجليل منزلة ومكانة عند أهل السنة والحق، وله قبل ذلك منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه صاحبه وصهره، يعني أخ زوجة الرسول، ومنها أنه من كتاب وحيه المأمونين. اسمع يا من تقول وتفتري أن الشيخ ربيع يطعن في معاوية ابن أبي سفيان. ها هو ثناء الشيخ ربيع على معاوية بن أبي سفيان وبيان منزلته ومكانته عند رسول الله وعند أهل الحق والسنة. ثم ذكر الشيخ ربيع عدة أحاديث ذكرتها مفردة قبل ذلك وحققتها، منها حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني في الصحيحة. أنا أختصر تخريج الشيخ ربيع خشية الإطالة. ومنها عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة، يعني على السرير. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها، فقالت: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلين يعني راجعين، فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركبها، يعني الحصان أو الحمار، فصرعتها فماتت. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج البخاري أيضا زيادة: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. قال الشيخ ربيع: قال الحافظ ابن حجر: قال المهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر. انتهى من فتح الباري المجلد 6. قال الشيخ ربيع: ولمعاوية جهاد عظيم لإعلاء كلمة الله وفتوحات ومزايا أخرى، منها السماحة والكرم والحلم والأناة والعدل، ولو لم يكن له إلا فضل الصحبة لكفاه. ثم ذكر أثار عن الإمام أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك، وهم يدافعون عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وهنا لفت نظر مهم، أن الشيخ ربيع ذكر في أحاديث في فضائل معاوية ولم يذكر قول ابن عباس في معاوية الذي في البخاري وغيره أنه قال عن معاوية إنه فقيه. فكون الشيخ ربيع لم يذكر هذا دليل على أن الشيخ ربيع عندما
كتب هذا الدفاع عن معاوية والثناء العطر لم يكن يعلم بهذا الدليل. فالشيخ ربيع رحمه الله لم يعلم عندما كتب هذا المقال بقول ابن عباس رضي الله عنه إن معاوية لفقيه. فلو علم الشيخ ربيع لكتب هذا الحديث هنا، لما علمنا من حرصه على ذكر الصحيح دائما في فضائل الصحابة وفي الاحتجاج عموما، وأنه على طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يقبلون الأثر ويحتجون به ولا يردونه ولا يعارضونه بالرأي. فكونه لم يكتبه هنا ولم يذكره دليل على أنه لم يعلم به، ومن لم يعلم بشيء فإذا نفاه لا يكون طاعنا ولا معاندا ولا مذموما، بل يكون معذورا أنه لم يصله العلم ولم يبلغه العلم في هذه المسألة. فمن خفي عليه فضل لصحابي وأنكر هذا الفضل أو لم يقل به يقال أنه خفي عليه، لا يقال أنه طاعن في هذا الصحابي. وهذا من التأصيل العلمي الذي يخفى على الكثير من المتحزبين والمتعصبين والجاهلين والمقلدين، لا يعلمون الفرق بين الطعن وبين ما يخفى على العالم. فقد خفي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري أن الاستئذان 3 مرات، وعلمه أصغر الصحابة وهو أبو سعيد الخدري ومن فوقه كأبي موسى الأشعري وغيرهما، وعلمه أغلب الصحابة. فلما أنكر عمر ذلك ثم علمه من الصحابة قال أخفي علي هذا من حديث رسول الله، كما في رواية أبي داود التي بسند صحيح، وأصل القصة في البخاري. ولم يقل أحد من الصحابة أن عمر ينكر الاستئذان 3 وأنه يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل أحد هذا، لأنه لا يعقل أن يطعن إنسان على الجادة وعلى الطريق المستقيم في شيء لم يسمع به ولم يعلمه. فانتبه لهذه الأمور. العالم السني أو طالب العلم السني إذا أنكر شيئا بناء على عدم علمه واطلاعه عليه لا يكون ضالا ولا مبتدعا ولا مذموما، بل يعذر بجهله أو بعدم اطلاعه وبعدم علمه. فإذا علم الحق أو الحديث أو الدليل أو المسألة وأصر ولم يتب فحينئذ يبدع إن كانت المسألة تتعلق بالبدعة، ويكفر إن كانت المسألة تتعلق بأصل من أصول الدين، كما هو معلوم من قواعد أهل السنة والجماعة والتأصيل العلمي. فالشيخ ربيع قال عن معاوية ليس بعالم، لا من باب الطعن في معاوية، وإنما لأنه لم يصله دليل ولا حديث عن رسول الله ولا قول عن أصحاب رسول الله أن معاوية عالم أو فقيه. فمعاوية رضي الله عنه من فقهاء الصحابة كما شهد له ابن عباس، ومن كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمراء المسلمين وملوك المسلمين العدول رحمه الله ورضي الله عنه. ونحن أهل السنة والجماعة وسط بين فرقتين ضالتين، الشيعة الروافض الذين يكفرون ويسبون أغلب الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية إلا آل البيت، وبين الفرقة الأخرى النواصب الذين
يحترمون أغلب الصحابة ويغالون في معاوية، ويحترمون أغلب الصحابة إلا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يحترمونهم، بل يتنقصونهم، وبعضهم يسبهم وبعضهم يكفرهم. ونحن أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين، نحترم ونترضى على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم عدول مشهود لهم بالجنة في الكتاب والسنة. هذا الجواب باختصار عن شائعة وفرية أن الشيخ ربيع المدخلي يطعن في معاوية ابن أبي سفيان، والشيخ ربيع رحمه الله بريء من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه أعالي الجنان، وأن يجزيه خيرا عما قدم للأمة الإسلامية وأهل الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.